أهلا بكم. ماتش بعنوان رقم 7 يوصل نادي الأهلي للنقطة رقم 7. تريزيجيه هداف البطولة لحد دلوقتي ب5 أهداف، يحافظ على صدارة الأهلي ب7 نقاط في دوري أبطال أفريقيا. الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي في الشوط الأول فك طلاسيم المباراة. إزاي؟ فريق يانج أفريكانز طول الشوط الأول قافل الملعب، بيلعب 5-4-1 وبيعتمد على التحولات السريعة، وفعلا راح للأهلي وهدد شوبير بكورتين أو 3 تقريبا. يانج افريكانز وقف مفعول الاهلي في مرحله تطوير الهجمه، كان عامل ميد بلوك واحيانا كان بيضغط بطول الملعب على لحظات. اربك الاهلي اللي كان دايما الاهلي في الشوط الاول بيعتمد على اللعب الطويل. يانج افريكانز الشوط الاول قفل كل المساحات، وخصوصا على زيزو في الناحيه اليمين وتريزيجيه في الناحيه الشمال، وقفل قلب وعمق الملعب، ما كانش فيه اي فرصه لامام عاشور انه يخترق العمق. الاهلي طول الشوط الاول بيلعب كره طوليه. اول ضربه ركنيه كانت في الدقيقه 43 تقريبا، واول كره عرضيه اللي جه منها الهدف كانت في الدقيقه الثالثه من الوقت الاضافي للشوط الاول. المنظومه الدفاعيه ليونج افريكانز قويه، هنلاقي لاعب في ظهره لاعب دايما. كره الامام اهو بيتقدم معاه قلب دفاع وبيرجع، وتروح لتريزيجيه وبرضه مقفول عليه باتنين لعيبه وراهم قلب دفاع. حتى في ترحيل اللعب كره اهي المفروض في المساحه الفاضيه برفع فيها ايده هاني. لعيبه يانج افريكانز كلهم في الترحيل ممتازين. كرة هتترحل من ناحيه تريزيجيه لناحيه اليمين ناحيه محمد هاني، وهنلاقي ان اللعيبه كلها مان تو مان، ومقفول على زيزو جاي في ظهره لعيب، ومقفول على مروان جاي في ظهره قلب الدفاع، ومقفول على عاشور هناك باتنين لعيبه. شوف الوقفه والتمركز طول الماتش، طول الشوط الاول الملعب كان مقفول بالطريقه دي. ده شكل تاني للهاي بلوك والميد بلوك اللي كان عامله فريق يانج افريكانز. شوف في 3 لعيبه بس على خط واقفين على خط النص، وعد معايا 7 لعيبه واقفين في نص ملعب النادي الاهلي بيعملوا ضغط عشان يمنعوا النادي الاهلي انه يطلع بالكوره. فده معناه الشوط الثاني يانج افريكانز فك الملعب، فك التكتل الدفاعي، فراح ل 4-4-2 واحيانا كانت 4-3-3. مش مهم الارقام ديت، المهم ادوارها، والاهم من كده انه فك عمق الملعب. وهنا لقينا دور امام عاشور وزيزو وتريزيجيه في التحولات، وخصوصا امام. بقت كل كوره بتخرج من دفاع او نص ملعب الاهلي تروح لعاشور او زيزو. قلت الكرات الطوليه بشكل او باخر، ولكن الكوره اللي بتتلعب ورا الباكات هي اللي فضلت، وخصوصا الباك اليمين ليانج افريكانز اللي هي كانت نقطه ضعف الفريق المنافس، واللي جه من خلالها الهدف، وراح من خلالها امام مرتين او 3. لكن بسبب ان هو العرضيات بتاعته كانت شويه عشوائيه، ما قدرش يستغل فرصتين او 3 اللي جم من ناحيه الشمال ناحيته. الاهلي عمل اكتر من نمط عشان يخترق دفاع يانج افريكانز. نجح في واحده بهدف تاني من وجهه نظري قتل المباراه. تحول من الدفاع للهجوم يدرس في السرعه والمهاره. ديانج بيضغط في نص الملعب، بيقطع كوره ياخدها جراديشار يرحلها ناحيه اليمين لزيزو، اللي زيزو بعد كده بيلعبها في عمق الملعب لامام. امام بيلعب الكوره من ورا الباك اليمين بلمسه كلها مهاره، ياخدها تريزيجيه ار2 بهدف. 5 لمسات في 10 ثواني. احسب معايا من الدقيقه 74 37 من لحظه قطع ديانج للكوره لحد الدقيقه 74 47 لحظه دخول الهدف من تريزيجيه. هدف نموذج للتحول من الدفاع للهجوم. من اول لمسه ديانج قطع الكوره، جراديشار تاني لمسه، طبعا جراديشار خد الكوره وجري بيها. دفاع يانج افريكانز واقف في تمركز لكن ما بيضغطش. تالت لمسه هتروح لزيزو ناحيه اليمين، وتريزيجيه بيجري الناحيه التانيه في المساحه الفاضيه. كوره في عمق الملعب للرائع امام عاشور، اللمسه الرابعه اللي بوش رجله اداها حته تريكه كده من بتوع زمان، وش رجله الشمال ودى تريزيجيه في الحته الفاضيه. اللمسه الخامسه بهدف. مدرب نادي الاهلي يستروب مدي ثقه كبيره للعيبه، في جمل وطريقه لعب ونمط لعب واضح جدا، في ثنائيات وثلاثيات وربط بين اكتر من لعيب والتاني في الملعب، ابرزهم امام وزيزو وامام وتريزيجيه. بصراحه اللعيب اللي كان
بالنسبه لي مفاجاه، دخل بسرعه في المنظومه. ده بسبب المدرب وبسبب شخصيته. مروان عثمان صاحب 23 عام، لاعب ممتاز، وانا شايفه 9.5 لحد دلوقتي او 10، مش شايفه 9. هيبان مع الوقت ومع المباريات، لكنه محطه بتمثل خطوره، بيوزع لعب بشكل حلو. ده غير انه بيضغط على الخصوم ومجهوده كويس. تغييرات يستروب كلها منطقيه، ريح كل لعيبه منتخب مصر اللي جايين من بطوله ومن سفر وحافظ عليهم، وادى فرصه للاحتياطي يحط رجله في الملعب. توازن ومنطقيه بدون فلسفه. افضل لاعب في المباراه من وجهه نظري هو امام عاشور. حقيقه عمل مباراه قويه، سرعه، تحرك بدون كوره، تحرك بكوره، مهاره، اتحرك ما بين الخطوط حلو قوي، بيستلم كوره حلو قوي، بيسلم كوره حلو قوي. بس كورتين منه او ثلاثه هم اللي تقريبا طلعوا منه غلط، منهم واحده كانت في نص الملعب كانت هتعمل هجمه خطر على النادي الاهلي، والكورتين اللي ما عرفش يستغلهم بالعرضيه بتاعته كانت طالعه مش منضبطه. غير كده هو النهارده رجل المباراه. رغم الفوز النهارده الا ان الشوط الاول مؤشراته شويه مش مبشره، بسبب ان هتلاعب فرق كتير قوي بتقفل الملعب، لازم يكون في تصرف وحلول. الاهلي في الشوط الاول مقفول عليه اللعب لانه بيلعب كوره على الارض، ما استغلش اي كرات عرضيه او اي كرات طوليه من اللي كان بيلعبها، وخاصه الكرات الطوليه كانت بتتقطع كلها. لكن مفروض يبقى الفتره اللي جايه اكيد يبقى في حلول، عشان احنا هنقابل فرق كلها بتعمل لو بلوك وميد بلوك وبتقفل الملعب تماما. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره تصدر المجموعه، وبالتوفيق لبطل افريقيا في اللي جاي. ده كان تحليلي للمباراه. مين افضل لاعب من وجهة نظرك؟ لو عجبك الفيديو رجاء لايك وشير، واستناني في تحليل جديد ان شاء الله.